بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت بره ومعايا شنط كتير، وعايزه اقول لكم ان انا ركنت الشنط ومعاهم شنطه ايدي على الارض، فجيت اشيل شنطه ايدي وحطيتها بقى. انا قعدت في الميكروباص وحطيتها على رجلي، وانا فجاه بشيل الشنطه ببص تحتها لقيت اللبانه دي في العباية. طبعا انا قلت خلاص العباية انتهت. بصوا لما باجي اشيلها بضفري لزقت خلاص. طبعا قلت اعمل تلج بقى وكده، بس جه في دماغي ان انا اجرب مسحوق الغسيل ميرا. مسحوق الغسيل ميرا هو اللي طلع لي بقعة اللبان دي. طبعا شوفوا عاملة ازاي. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في البقعة دي. البرسيل اهو حبة صغيرين اهو في الشفشق، انا هجيب منهم حبة كده وهقوم حاطة خام على اللبان، هشربها كويس قوي بيه. بسم الله. طبعا انتوا شايفين هي عامله ازاي وناشفه قد ايه. انا ما حطيتش ميه، انا حطيته هو كده لوحده، وهسيبه عليها قيمه 5 دقايق كده. اسيبها بقى شويه كده 5 دقايق لحد لما خلاص النسيج كله يتشرب واللبانه اشوفها بقى تتفاعل معاه ازاي. هنجيب بقى الفرشه بسم الله وندعك بقى كده. شايفين بيطلع ازاي؟ كان ماسك جدا، كانش عايز يطلع. بضفرك هتشيليه اهو. انا عايزه اوريكم هو بيطلع اهو، شايفينه بيطلع ازاي بمنتهى السهوله. بضفرك بتطلعي اهي، شايفه بتفري ازاي معاكي. شايفه اظن اللبانه بقى لما بتلزق في حاجه صعب طلوعها جدا، يعني ما شاء الله بيطلع البقع والجاف ويطلع اللبانه كمان. ايه رايكم؟ ادي اللبانه طلعت وخلاص، ما عادش ليها ان شاء الله اي اثر اهي. طبعا انت بتدعكيها كده بالفرشه بس عشان القماشه مضلعه، فبتبقى عايزه صبعك هو اللي يطلع، ضفرك يطلع اهي. رايكم بقى؟ طبعا المسحوق الغسيل موجود في مملكه المروه، بيت الحاج شوشان في نقيطه. شايفين اهو. اظن ما شاء الله بقت تمام. انا ما كنتش مصدقه بصراحه انها تطلع بالطريقه دي. ما شاء الله عليها، طلعت خالص ما عادش فيها اي اثر ليها خالص.